دي ارخص ايربودز فيها اكتيف نويز كانسليشن، والصراحه سعرها كويس جدا بمعنى الكلمه، وكمان ليها تطبيق خاص على الموبايل هوريك كل التفاصيل فيه، والبيز فيها كويس جدا، وبطاريتها بتدوم لكام؟ ل 30 ساعه متواصله. الصراحه الموضوع ده رايق جدا. فمن غير كلام كتير تعالى نعمل مراجعه واعرفك على الكيو سي واي تي 13 اي ان سي. الصراحه السماعه دي نازله تاكل السوق بمعنى الكلمه، فتعال نجربها، وبالذات في مصر والوطن العربي كمان بتنتشر الايام دي انتشار كبير جدا، وهتلاقي لها مراجعات كتير قوي. فايا كان من غير كلام كتير تعال نقيمها ونشوف كل التجربه وكل التفاصيل في المراجعه التفصيليه. بس قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو حالا وتابعني عشان كل جديد لو لسه مش متابعني. وبس كده يلا بينا. نبدا بقى اول حاجه بالتصميم بتاع الكيس والسماعات. فاول لما تفتح العلبه كده الصراحه شكل السماعات رايق جدا، مش تحس ان هي رخيصه ابدا، ولكن الكيس الماتيريال بتاعتها متوسطه، لا هي غاليه قوي ولا رخيصه قوي، وده منطقي للفئه السعريه اللي هقولها لك الحماسيه جدا بعد شويه. ايا كان لما تفتح الكيس كده هتلاقي زرار اول مره اشوفه في ايربودز، الصراحه بالنسبه لي كان غريب جدا، ولكن فضلت ادور وابص بقى في الكتالوج بتاعهم والكلام ده، طلع في الاخر اسمه تشارجنج بوتون، يعني زرار بيدل على الشحن او بيخلي الكيس توريك النقطه هنا تنور لما تدوس عليه كده، النقطه اللي تحت دي هتنور توريك الكيس مشحونه ولا لا، لو نور بالاحمر تبقى هي محتاجه تتشحن. فده هدف الزرار ده. تاني حاجه بقى يا معلم، لما تمسك السماعه كده نفسها الصراحه هتلاقيها بريميوم جدا بمعنى الكلمه، مش تحس ان هي رخيصه ولا ان في تقصير في الصناعه بتاعتها في اي حاجه. وكمان بالذات بقى لما تحطها في ودنك كده بكل بساطه هتلاقي ان شكلها حرفيا ما يفرقش عن الحاجات الغاليه جدا، وكمان وزنها خفيف ومريحه في الودن بعد استخدام مده طويله، بقالي بستخدمها حوالي اكتر من شهر. طيب احنا هنقضيها تصميم ولا ايه؟ فل السماعه دي كده وتعالى نتكلم عن اقوى ميزه شايفها في السماعه دي بالنسبه للمنافسين كلهم، وفعلا صعب يعلوا عليها، وهي وقت الاستخدام. الكيس دي بتشحن الايربودز اللي جواها 4 مرات كل مره، حوالي 7 ساعات ونص من الاستخدام المتواصل. فالصراحه دي حاجه جامده جدا، وتخلي السماعه دي منافسه قوي وتقعد معاك وقت طويل بدون ما تحتاج تشحنها وببساطه. وكمان شركه كيو سي واي ما بتهزرش، كانت مخططه تنزل بالسماعه دي تدمر السوق، فمخليه مدخل الشحن بتاعها من نوع تايب سي عشان تشحن بسرعه وما تطولش معاك كمان. فالموضوع الصراحه رايق جدا في النقطه دي. ودلوقتي خلصنا تفاصيل الارقام اللي ممكن تهم حد، ولكن تعالى ندخل على التجربه الفعليه للسماعه دي. بقالي شهر بستخدمها، والصراحه البيز حرفيا خرافي بمعنى الكلمه، سواء في سماع الفيديوهات، سماع القران، سماع الموسيقى، سماع اي حاجه انت سامعها بوضوح. وكمان حرفيا انت مش سامع اي حاجه حواليك، عشان هنا عندك ميزه الاكتيف نويز كانسليشن. صراحه الموضوع ده رايق جدا بمعنى الكلمه، انت بتبقى حاطط الايربودز في ودانك بالشكل ده كده وانت مش سامع اي حاجه، يعني في صوت مروحه فوقيه مثلا، انا لما بحط الاثنين مش ببقى سامعه، مش بسمع اي حاجه فعلا. نفسي اعرف انقل لك التجربه اللي انا سامعها في تشغيل اي حاجه، ولكن فعلا التجربه ممتازه جدا، ويمكن بالنسبه للفئات الاقتصاديه قصاد السعر ده مفيش كده اصلا في السوق. فايا كان يا معلم التجربه الصوتيه ما فيهاش اي نقاش نهائي ولا اي تاثير، حتى في الزحمه والصوت العالي حواليا كنت سامع بوضوح جدا وما حصليش اي مشكله تماما. ولكن تعالى ننقل بقى على التجربه الصوتيه في المايك، وبعد كده نروح للتطبيق، لان في تخصيصات في التطبيق بتاعهم على الموبايل. نقفل ده بس كده، على الموبايل حرفيا خرافيه. وللعلم السماعه دي بتشتغل على الايفون بكفاءه جدا، وانا استغربت من الموضوع ده لان مش اي سماعه بتبقى كومباتبل مع الايفون بسهوله، وكمان بتشتغل على الموبايلات الاندرويد بسهوله، والتطبيق موجود على الاندرويد والايفون اسمه كيو سي واي بالشكل ده زي ما انت شايف. فايا كان نرجع لمرجوعنا بقى ونتكلم عن التجربه الصوتيه في المكالمات، وهعرض لك دلوقتي ريكورد تديني رايك فيه في الكومنتات تحت، بعد كده اقول لك وجهه نظري اللي انا جربتها. طيب يا شباب، دي تجربة الصوت وأنا حاطط سماعتين في ودني، وقولوا رأيكم في التعليقات في جودة الصوت، والصوت عامل ازاي، والبيز بتاعه قوي ولا لأ في ريكورد عادي زي ده. وتعالى بقى نشيل سماعة منهم كده. أنا شلت سماعة من السماعتين وبتكلم من سماعة واحدة اللي هي في وداني الشمال مثلا، وبجرب الصوت معاك. قولي برضو في فرق كبير ولا لأ، رأيك يهمني في التعليقات تحت. طيب بكل بساطة الصوت مش وحش بالنسبة للفئة السعرية دي، وبالمرة تعالى أقول لك السعر. السماعة دي سعرها من 30 ل 40 دولار، هتلاقيها حوالي في مصر ب 1200 جنيه، والسعر ده فعلا منافس جدا عشان تاخد كل الإمكانيات دي والبطارية دي. فأيا كان يا معلم بقى العيب اللي أنا شايفه في السماعة دي ولكن مقبول بالنسبة لي، هو فكرة المايك.
زي ما انت شفت الصوت ما تحسوش احسن حاجه، وكمان بحس ان صوتي كده بيتحول لروبوت ساعات شويه، فدي الصراحه نقطه مش مريحه قوي بالنسبه لي. ولكن بالنسبه للسعر مفيش اي نقاش في النقطه دي. وكمان بالنسبه بقى للمكالمات وانا بره، يعني ده بالنسبه للريكوردات، ولكن بالنسبه للمكالمات انا ببقى سامع اللي حواليا عادي، وببقى سامع الشخص اللي بكلمه. ولو فعلت الاكتيف نويز كانسليشن طبعا فما بسمعش اللي حواليا خالص، وببقى سامع اللي بكلمه. ولكن في عيب بسيط، ان في الشارع في الصوت العالي جدا صوت المكالمات بحسه قليل نسبيا عن السماعات اللي جربتها قبل كده، ما اعرفش ليه النقطه دي. والتاني حاجه والاهم، ان الشخص اللي انت بتكلمه لو انت بتكلمه في البيت زي كده او في الاستوديو او في اي حته بشكل عام زي ما انا بعمل كده دلوقتي مثلا، فانا بكلم شخص فما فيش اي مشكله تماما معاه وسامعك بوضوح وكويس حتى لو حاطط سماعه بس واحده في ودنك. ولكن المشكله تكمن ان انت لما تكون في زحمه تمسك بقى السماعتين تحطهم او سماعه واحده، حرفيا الشخص بيبتدي يعاني شويه. ليه؟ لان الجين او اللي هو تلقط الصوت في السماعه دي مهما عملت وانت بتتكلم بره البيت في الزحمه، في وسط مترو، في وسط اتوبيس، حاجه زحمه جدا كده، بتلقط صوت اللي حواليك كله، فالشخص اللي بتكلمه ما بقاش مستريح في التجربه الصوتيه. فالخلاصه دي كده كل حاجه عن التجربه الصوتيه حبيت اوضحها لك بالتفصيل والوصف الدقيق عشان توصل لك. ولكن فعلا تجربه سماع الصوت في السماعه دي خرافيه. تجربه المكالمات اديها حوالي 6 من 10 او 5 من 10 ايا كان. سيبك من كل ده وامسك موبايلك اللذيذ كده، ونقفل البتاع اللي بتبقى مفتوحه دايما دي مش فاهم فيه ايه، ولا اقول لك هشيلها. المهم تعالى بقى نبص على الاب او التطبيق بتاع كيو سي واي بالمميزات الخرافيه اللي فيه، اللي خلتني اقتنع ان السماعه دي فعلا خرافيه وفيها مميزات ما حصلتش بالسعر ده. اول حاجه واهم حاجه، بعد ما اتاكدت ان الايربودز بتاعتك مشحونه اصلا والكيس مشحونه، تمسك سماعتك كده تحطها في ودنك، وطبعا تلقائي هتتوصل بالموبايل بتاعك ببساطه. تمام، مجرد ما تثبتها كده في ودانك هتلاقيها اتوصلت زي ما انت شايف كده على طول في الموبايل بوضوح، وما كملتش حاجه. تمام، ندخل بقى على التطبيق او الابلكيشن واعمل لك سكرين ريكورد او تسجيل للشاشه عشان ابقى بشرح لك ومركز معاك والدنيا اوضح، بدل ما اوريك شكل الموبايل بس، عشان اوريك المميزات اللي انا شايفها فعلا خرافيه في الفئه السعريه دي. فاول ما تدوس على كيو سي واي كده يفتح معاك التطبيق بالشكل ده، وهتلاقيه اتعرف على انهي سماعه اللي شغاله، اتعرف على الشمال فعلا ان هي اللي شغاله، واليمين مش موجوده فعلا لانها لسه في الكيس. تعالى بقى ادخل على تمام الساوند، هتلاقي عندك اوبشنات مبدئيا زي ايه؟ زي ان انت تقدر تفعل كذا وضع قدامك، ديفولت او بوب او بيز. تمام، وضع البيز او وضع كذا، وكل الاوضاع اللي قدامك دي ببساطه. ولكن انا خليني في الديفولت عشان بيبقى احسن ومريح ليا اكتر. تعالى بقى نوصل للاكتيف نويز كانسليشن، هتلاقيها تتفعلها من الاوبشن ده، وتقدر تقفلها من اكتيف نويز كانسليشن اوف. طبعا دايما خليها متفعله، ده اللي انا شايفه افضل. وتقدر تخلي نسبتها كام في المية، برضو الموضوع رايق جدا، ولكن انا بحب اخليها 100% عشان مش عاوز اسمع اي حاجه تماما. تعالى بقى نيجي لنقطه مهمه جدا، وهي ساوند تشانل بالانس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عاوز الصوت يطلع من هنا اكتر ولا من هنا اكتر، ودي يفرق مع الناس اللي تحب تلعب او اللي حاطط سماعه واحده، فتخليه كده تخليه كده، تظبط النسبه زي ما انت عاوز. ولكن انا بحب اخليها في النص كده ما بين الاتنين بحيث التجربه تكون متناسبه. تعالى بقى على السيتنج او الاعدادات، عندك بقى كميه تخصيصات رايقه جدا، لان السماعات دي بتستجاب للجستشرز او الايماءات بمعنى الكلمه. ان انت لو دوسه واحده عملت تاتش للسماعه سواء اليمين او الشمال، مش سماعه واحده بس، يديك ايه؟ فدوس كده على الاوبشن ده مثلا، هيقول لك عاوز يقلب لقدام يجيب لك الفويس اسيستنت اللي هو المساعد الصوتي، سواء بقى انت سيري لو في الايفون او جوجل ايا كان، او ممكن تخصصه لوضع الجيمنج او اي حاجه انت عاوزها براحتك، او تطلع لقدام ترجع لورا تعلي الصوت توطي الصوت. تقدر تعمل ده في السماعتين. والميزه انك تقدر تعمل 3 تخصيصات في كل سماعه من الاثنين. عندك اول واحده تدوسها لوحده، التاتش الواحده يعني، بعد كده الدبل تاتش، بعد كده التريبل تاتش 3 مرات ورا بعض يعمل ايه، وتقدر تديله الاوبشن اللي هو عاوزه. وعندك بقى حاجه اسمها فايند هيدسيت، لو دوست عليها كده المفروض يعمل بلاي ساوند، عامل صوت في وداني والصوت مسموع من السماعه. تمام، خلاص شكرا. تمام، لو انا عاوز اعرف هي فين ومكانها فين على الخريطه والكلام ده كله ساعات بيعرفها، ولكن انا الصراحه مش حاسس ان الموضوع ده هيكون اكيوريت 100% لو هي مثلا مش متوصله بالموبايل. ولكن برضو ميزه كويسه ان هي موجوده في الاب. تعالى بقى عند السليبنج مود، عندك الاوبشن ده، وطبعا بتظبطه زي ما انت عاوز. لو فعلته كده هيقول لك بيعمل ايه بقى لما تفعله والكلام ده كله. وعندك وضع الجيمنج مود، تمام، برضو انت بتلعب في الالعاب بتعمل اوبشنات معينه اكيد، او بيعزز التجربه بشكل ما. وطبعا عندك، ولكن طبعا ما تفعلوش في الطبيعي عشان اكيد هيستهلك من البطاريه بشكل اسرع. وبعد كده بقى عندك الفيرم وير ابديت اللي هو الابديت بتاع السماعه نفسها،
فدلوقتي هي على اخر تحديث، لو في اي تحديث هيوصل لها هنا بكل سهوله. وطبعا عندك اعدادات اضافيه بقى، تقدر تعمل ريسيت ليها، تقدر تسميها عشان تظهر في البلوتوث مثلا باسم سماعه علي بدل ما تظهر بكيو سي واي اي 13 اي ان سي زي ما بتظهر، والحاجات دي كلها. فالصراحه التطبيق ده بمعنى الكلمه خرافي، واول لما نزلته الموضوع بسيط جدا، السماعه وصلت بسهوله، وتقدر كل شويه تدخل تعرف حاله السماعه عامله ازاي ومشحونه ولا لا، وكل التفاصيل دي. فتجربه تطبيق خرافيه بسيطه قدر الامكان ولكنها سهله. فالسماعه دي مش شايف فيها اي تاثير، غير زي ما قلت لك من وجهه نظري المكالمات مش احسن حاجه. فلو انت جايبها خيار اول وبتتكلم في الشارع كتير، ده اكيد مش هيكون مناسب. ومفيش سماعه تحت ال 2000 ونص يعتبر هتديك مكالمات في الشارع اصلا كويسه في وسط الزحمه. حرفيا انت اقل حاجه عشان تجيب حاجه مكالمات اصلا تدخل في رينج الثلاثه واكتر. ولكن بشكل عام في التجربه بتاعت السماعه في كل حاجه تانية الموضوع كان لطيف جدا، ما واجهتنيش معايا مشكله. بس كده هحاول اسيب لك لو لقيت اي لينك لشراء السماعه دي بشكل عام في التعليقات تحت لو لقيت. وكمان في ستورز كتيره بتجيبها الفتره دي لان هي ترند بمعنى الكلمه، ودي الترند الفتره دي، وهتمسك الفئه الاقتصاديه لفتره طويله. وايوه 1200 جنيه او 1300 جنيه ايا كان زي ما تلاقيها، دي فئه اقتصاديه في الوضع الحالي يا شباب. بس كده دي افضل سماعه من وجهه نظري فيها اكتيف نويز كانسيليشن. اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، ولو عاوزين اي حاجه انا ما قلتهاش في الفيديو اكتب لي في التعليقات برضه هرد عليك بكل بساطه. وبس كده، ده كان ريفيو لذيذ لسماعه يستاهل التحفيز.